ديانة العرب واليمن، وأنا أفرق كثيرا بين اليمنيين والعرب صراحة، يعني اعذروني، يعني اليمنيون ليسوا عرب. العرب موجودين فقط في قلب الجزيرة العربية. العرب هم حصرا البدو الموجودين في قلب جزيرة العرب فقط. أما اليمنيين ذولا سبائيين وقتبانيين وحميريين لهم أسماء مو بكيف نسميهم عرب. هاي من اللي سواها؟ سواها بعد الفتوحات الإسلامية، قاموا يجيبوها وخلوها موضوعها آخر. لأن بنروح للكتابة، كتابة سبائية مسند، كتابة المسند اللي هي خطوط. زين، لغة ما تنفهم، ما حد يفهمها لغتهم، كانت ما حد، ماكو مشتركات. فحقيقة لغة أخرى، لكن هذا الدمج الشمولي مرة أخرى خلينا نقول سبب لنا كل التشويهات، ما بدنا نعرف راسنا من رجلينا. طبعا 30 إلى 40% من اليمنيين ترى ما يدرون عند المعلومات، وبعضهم يدري عند المعلومات لكن يكابر، يعني يقول لك لا مو صحيح وما ادري ويش وينكر وما ادري كيف. هذه المعلومة الأولى، أن اللي سماها اليمن آخر ملوك الحبشة. الشيء الثاني مصدر القات، أصلا القات من الحبشة وليس اليمن. إبرهة الحبشي يوم ضم اليمن مع الحبشة وخلاها دولة واحدة، تم نقل زراعة المخدرات القات من الحبشة إلى اليمن. الاستعمار الحبشي لليمن امتد لأكثر من 300 سنة، ومعروف قصة إبرهة الحبشي في القرآن. طبعا اللي جاب الفرس المجوس هو سيبن دي يزن، والاستعمار الفارسي لليمن امتد لأكثر من 5 قرون، أكثر من 500 سنة، والفرس محتلين اليمن في عهد الدولة الساسانية الفارسية. وتم توطين مئات الألوف من الفرس المجوس في اليمن، تصاهروا تكاثروا واشتروا أراضي ومزارع حالهم حال الأحباش، يعني ما له علاقة بالعروبة. طبعا اليمن احتلت من الرومان والأتراك والهولنديين والفرس والأحباش. كانت مماليك متشطرة قبل الإسلام. اليمن كانت مملكة حضرموت قبل الإسلام كانت يهودية، مملكة سبأ كانت وثنية وقصتها في القرآن معروفة، مملكة معين كانت يهودية، مملكة حمير كانت يهودية، كل هذه قبل الإسلام. حتى طبعا جو الحبشيين هذولي وسموها اليمن واحتلوها، ثم جاء بعدهم سيبن دي يزن وجو الفرس واستعمروها، حتى جو دولة الإمام برضو ولاء للفرس زي المملكة المتوكلية، حميد الدين ما حميد الدين. عندنا 3 مذاهب مشهورة. المذهب الأول الذي يجعل اللغة العربية هي أم اللغات جميعا. قوله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي علمه هذه الأشياء من شجر وحجر ومدر بأسمائها. فقالوا هذا دليل على أن آدم إنما علم هذه اللغة العربية التي نعرفها ونتكلمها اليوم. يقارنون بين مفردات العربية مثلا ومفردات غيرها من اللغات، فيجدون أن معظم اللغات تشابه العربية في شيء من الألفاظ أو شيء من التراكيب، فيجعلون هذا التشابه دليلا على أن هذه اللغات قد أخذت من العربية أو اقتبست عنها. فاللغة العربية أحد المعجزات بالنسبة للغات، وهي جديرة بأن تكون اللغة الأم، وأن يبقى الكل طالع منها.
والعربية طبعا فيها من المزايا وأسباب التفوق ما فيها، ويكفي مثلا ما ذكره ابن الجني رحمه الله في الخصائص من عجائب ولطائف جعلته يقول: إنني إذا تأملت هذه الخصائص ملت إلى أن هذه اللغة وحي من الله. أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.